الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله حمد الشاكرين. نشكر الله سبحانه وتعالى أن هيأ لنا من أمرنا رشدا، وجعل من أمانة الزكاة ولاية النيل الأبيض أن تتقدم بهذه المبادرات الزكية الممتدة إلى كل بقاع السودان إن شاء الله في هذا المشروع المعروف ببيت الإطعام. بيت الإطعام ينتظم مشروع بيت الإطعام كل الأحياء على مستوى ولاية النيل الأبيض، بضربة البداية على قطاع القطينة. ونحمد الله سبحانه وتعالى أن هذا المشروع يتعلق بنصوص شرعية واقتباسات من القرآن والسنة. يسمى هذا المشروع بيت الإطعام. موضع المشروع بالأحياء والفرقان والقرى والمربعات على مستوى امتداد القطاع. يدار مشروع بيت الإطعام عبر لجان الزكاة القاعدية. يشرف على هذا المشروع إدارة المصارف بالقطاع وإدارة القطاع وإدارة المصارف بالولاية وأمين الزكاة بالولاية والسيد الأخ الكريم والي الولاية. روافد المشروع التي تضخ على هذا مشروع بيت الإطعام ديوان الزكاة والخيرين من أبناء الحي والمغتربين وكل الذين يهتمون بإطعام الطعام والتبرعات والهبات والصدقات وزكاة الفطر وفدية المفطر ورياء الأوقاف والدعم والرعاية الاجتماعية وكل منظمات المجتمع المدني. يهدف هذا المشروع على الحث على طعام المسكين وتوفير القوت الضروري لأصحاب الحاجات، الحد من حركة الفقراء والمساكين من وإلى دواوين الزكاة وإلى القرى، الحد على إنهاء ظاهرة الجوع والعوز، وبالأحرى الحد على إنهاء ظاهرة التسول بالطرقات والأحياء والأسواق والمساجد، ويحقق الأمن الغذائي ويحيي روح التكافل الاجتماعي. الحقيقة استند هذا المشروع تأصيلا على قول الله سبحانه وتعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقول الله تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقول الرسول صلى الله